في ناس كتير حياتها واقفة مش عشان الطريق مقفول، لكن عشان الخوف واقف على أول الطريق. يمكن الخوف من الفشل، الخوف من كلام الناس، الخوف من التجربة، الخوف من الرفض، والأغرب من كل ده الخوف من النجاح نفسه. في ناس نفسها تبدأ مشروع لكن خايفة، وناس نفسها تسيب علاقة بتوجعها لكن برضو خايفة، وناس نفسها تتغير لكن خايفة من النسخة الجديدة. وكأن الخوف بقى بيتحكم في قراراتنا أكتر من أحلامنا. لكن السؤال المهم هو الخوف فعلا بيحمينا ولا أحيانا بيمنعنا نعيش حياتنا بالطريقة اللي احنا عايزينها؟ أغلب الناس للأسف ما بتفشلش بسبب ضعف الإمكانيات، لكن الغريب بتفشل بسبب قوة الخوف اللي عندها، قوة الخوف اللي جواها. الخوف عمره ما بيختفي قبل البداية، يعني لازم تبدأ هتلاقي الخوف بيتلاشى جواك واحدة واحدة. كارل يونغ كان ليه نظرة عميقة جدا في الحتة دي. كان بيقول إن الإنسان مستحيل يكتشف حقيقته وإمكانياته وهو مستخبي في منطقة الأمان، الكومفورت زون. للأسف الإنسان دايما بيكتشف نفسه بس لما يواجه المجهول. وكان شايف إن كتير من مخاوفنا مش جاية من الواقع نفسه اللي بنعيشه، لكن من الصورة اللي رسمناها في عقولنا عن الواقع. يعني أحيانا إحنا مش بنخاف من الفشل، إحنا بنخاف من فكرة الفشل نفسها. ومش بنخاف من البداية، إحنا بنخاف من السيناريوهات المرعبة اللي إحنا ألفناها في عقلنا قبل ما نبدأ أصلا. الخوف هنا مجرد وهم إحنا بنصنعه وبنصدقه برضه. الدكتور مصطفى محمود كان عنده معنى قريب جدا. قال إن الإنسان ما بيتعلمش وهو واقف مكانه، التجربة نفسها هي المعلم الأساسي، والحياة ما بتكشفش أوراقها كاملة كلها مرة واحدة، وكل خطوة بتخطيها هي اللي بتكشف لك الخطوة اللي بعدها. عشان كده ناس كتيرة بتضيع عمرها كله وهي مستنية اليقين الكامل أو الأمان المطلق. لكن الحقيقة إن اليقين الكامل في الدنيا دي عمره ما بيجي قبل ما لازم تتحرك. الإمام الغزالي اتكلم عن الخوف النفسي بشكل مختلف، وكان شايف إن الخوف لو زاد عن حده بيفقد وظيفته الأساسية في الحذر، بيتحول لقيد ومرض بيمنع النفس من السعي والتوكل. الغزالي كان دايما بيحذر من إن النفس أحيانا بتتعلق بوهم الأمان لدرجة تخلي الإنسان يعيش عمره كله بيحرس الباب من غير ما يملك الشجاعة إنه يفتح الباب ويخرج للطريق. أرسطو كان بيقول إن الشجاعة ليست غياب الخوف، بل هي القدرة على التحرك والعمل رغم وجوده. ودي الحقيقة اللي لازم نواجه بيها نفسنا. انت للأسف قاعد بتسمعني ومستني في يوم تقوم تلاقي الخوف اختفى تماما عشان تبدأ، أو تلاقي حد يفضل يشجعك ويطمنك علشان تاخد خطوة واحدة بس، وكل ما تقف يقولك كمل. وده عمره ما هيحصل. الأبطال والناجحين ورجال الأعمال كانوا ناس بيترعشوا من الخوف، ومع ذلك أخدوا أول خطوة. لأنك لو ما بدأتش هتقع في الفخ اللي حذر منه سقراط. سقراط كان شايف إن أكبر سجن ممكن يعيش فيه الإنسان هو الوهم. لما تصدق الكذبة اللي بيقولها لك خوفك، وتصدق إن قدراتك أقل بكتير من اللي عليها دلوقتي، أو تصدق إن أنت غير قادر على التغيير، في اللحظة دي بيتحول الخوف من مجرد شعور طبيعي ومؤقت إلى هوية وسجن بتعيش جواه طول عمرك. ابن خلدون لاحظ في تحليله للطبيعة البشرية إن الإنسان إذا طال مقامه على حال واحد اتعود عليه حتى لو كانت الحالة دي بتؤذيه. وده بيفسر لنا لغز كبير بنشوفه كل يوم. ليه ناس كتيرة بتفضل مسجونة في أماكن مؤلمة، في علاقات مسمومة ومؤذية، في وظائف
بتهلك روحهم، في ظروف بتكسرهم، مش لأنهم بيحبوا الألم، لأ، لكن لأنهم اتعودوا للأسف عليها. أصبح الوجع المألوف بالنسبة لهم أضمن وأأمن من السعادة المجهولة. أصبح المجهول مرعب لدرجة تخلي الإنسان يفضل يتوجع في نفس المكان اللي هو عارفه، على إنه يحاول يبقى أفضل في مكان لسه ما شافوش. عايزك تقعد مع نفسك وتسألها سؤال واحد بس تسأله لها بصدق: إيه الحاجة اللي نفسك تعملها من زمان؟ وإيه الحاجة اللي منعاك منها؟ ولو كانت الإجابة هي الخوف، اسأل نفسك سؤال تاني: بعد 5 سنين من دلوقتي هتندم على المحاولة لو فشلت، ولا هتندم أكتر إنك ما حاولتش أصلا وسبت عمرك يتسرق منك؟ اعرف وتأكد إن مفيش إنسان ندم على حاجة حاول فيها وفشلت، بس كل الندم اللي ما حاولش من الأساس وفضل في مكان واقف ثابت خايف يتحرك. وللأسف الندم أصعب من الخوف 1000 مرة. ولو خرجت من الحلقة دي بحاجة واحدة بس، فخد معاك الحقيقة دي: الحياة عمرها ما كانت مضمونة، ومفيش طريق عليه لفتة مكتوب عليها مفيش فشل، ومفيش إنسان اتولد وهو عارف كل الإجابات. كل الناس اللي شايفهم ناجحين وملهمين دلوقتي كان عندهم نفس الخوف اللي عندك، ونفس الحيرة ونفس القلق، لكنهم قرروا يمشوا خطوة، وبعد الخطوة مشيوا خطوة كمان، وبعدين خطوة، لحد ما الطريق ظهر قدامهم. ما تستناش الخوف يمشي، ابدأ وتوكل على الله وانت خايف. بس الأهم ان انت تتحرك وانت حتى متردد، وجرب حتى لو مش ضامن النتيجة، لأن أكبر خسارة مش إنك تفشل، أكبر خسارة إنك تعيش عمرك كله تتخيل الحياة اللي كان ممكن تعيشها، وفي يوم من الأيام هتبص وراك وهتكتشف إن اللي ضيع منك عمرك وفرصك مش الظروف ولا الناس ولا الحظ، لكن كان خوف صغير جواك سمحت له يكبر لحد ما بقى أكبر من أحلامك. واعرف وتأكد إن مفيش كلمة أصعب من كلمة يا ريتني. كنت مع إيمان هاشم، وده بودكاست بين السطور. يا رب دايما قلوبكم تكون مطمئنة. أشوفكم على خير إن شاء الله.